بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا النهارده بقى يوم التوفير يا ولاد والتدبير بقى، وعايزين نبقى ستات شطار كده. يلا تعالى اقول لكم عملنا ايه النهارده. عملنا حله محشي. بصوا بقى، ما جبناش فراخ، عملنا ايه؟ جبنا نص كيلو فراخ ب 100 جنيه، نص كيلو بانيه ب 100 جنيه. عملنا فيه ايه يا ولاد؟ بشرنا له بصلايه، صفينا البصله، اخدنا الميه بتاعتها، حطينا عليها معلقه خلطه مشاوي، ميه البصل بس، وحطينا فيها البانيه بتاعنا حوالي ساعه او ساعتين على حسب وقتك. طبعا. وبعد كده اخدت البانيه بتاعي، دهنت الجريل بتاعي بمعلقه من الزيت كده بالفرشه السيليكون، وبدات اشوي البانيه بتاعي على الجريل على عين البوتاجاز عادي جدا. بصي زي ما انت شايفاه كده، بس ريحته والله العظيم تحفه. مشوي مشوي مفيش كلام يعني. بعد كده حبيبتي بصي، قطعت بصلايه خرطتها كده في قاع الحله، حطيت رصيت عليها ايه البانيه، وبعد كده بدات ارص عليه المحشي بتاعي زي ما انت شايفه كده. والله العظيم حاجه مشرفه في حاجه جميله. بصي نص كيلو بانيه، لو انت النهارده عايزه تدبري شويه بدل ما تجيبي فرخه هتعدي ال 200 جنيه، لا نص كيلو بانيه وهنحطه في قاع الحله بتاعتنا زي ما انت شايفه كده بالطريقه دي اهو، وهقلبه. وكنت عامله جنبه بطاطس محشيه باللحمه. لو جبتي ربع كيلو لحمه مفرومه يبقى انت عملتي ايه، اكله حلوه. حتى لو عندك عزومه هتزودي عليها مثلا فرخه ولا حاجه ولا فرختين لو انت عندك عزومه، وتبقى وهتعملي احلى سفره. وعملت جنبها شوربه كريمه يا ولاد، وعملت بطاطس محشيه باللحمه المفرومه. بصوا حبايبي اهو، تورتيه يا ولاد اهو، شايفين؟ بصوا، بصوا المحشي وجماله والله العظيم. بصوا شويه محشي كانوا زي العسل، احنا كنا، انا عايزه اقول لكم ان الفيديو دوت انا بنزله بعد اسبوع. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي، والله العظيم حلو جدا. جربي الطريقه دي كده هتعجبك قوي. ونوفر شويه وندبر شويه ايه، ونغير نكسر الروتين اللي احنا ايه عايشين فيه يا ولاد. طبعا بصوا زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي، كل ده رمضان 30 يوم وكل يوم عايزين اكل جديد، نحاول نغير محشي بطريقه مختلفه شويه. ومعانا بطاطس محشيه زي ما انتم شايفين، معانا شوربه كريمه. يلا حبايب قلبي، عايزاكم تعملوها، كل الطرق انا منزلها لكم لوحدها. يلا حبيبي، سلام عليكم.